عصام ردمان، فتح اللعب على الطرف الأيمن لمحمد العقيلي، الكرة البينية، السلام، حلوة حلوة حلوة، والهدف الأول عبد العزيز مسنوم للمنتخب اليمني. أول الأهداف للمنتخب اليمني عبد العزيز مسنوم في هدف مبكر تماما مع حلول الدقيقة الخامسة من هذه المباراة وشوطها الأول. فرحة كبيرة للمنتخب اليمني بهذا الهدف المبكر في هذه المباراة. تمريرة رائعة تماما، المنتخب اليمني كان بادي باستحواذ واضح، جماهير يمنية حاضرة متابعة مساندة. هنا التمريرة ما فيها أي تسلل، قرار صحيح تماما من المساعد الأول محمد عبد الجواد. الكرة الأمامية، ضعف في التغطية عن طريق قلب الدفاع للمنتخب العماني عبد الله، ضد هنا شهاب المخيني. تبدأ قلة التركيز ويبدأ كل منتخب في فقدان اللياقة البدنية. الآن تسديدة والتعادل للمنتخب اليمني أو المنتخب العماني عن طريق غسان المسروري. غسان المسروري في إنهاء قوي، وحارس المرمى يتحمل ممكن جزء. غسان المسروري بهدف التعادل في الدقيقة العاشرة. مباراة ممتعة وقوية من بدايتها. هدف في الدقيقة الخامسة المنتخب العماني عبد العزيز مسنوم، التعادل غسان المسروري في الدقيقة العاشرة من هذا الشوط الأول الممتع والمثير. غسان المسروري في الدقيقة العاشرة وهدف التعادل. إذا مثل ما ذكرنا الآن عبد العزيز مسلوم يحاول فيها ركلة جزاء. المنتخب اليمني قوي، المنتخب اليمني عبد الله المعمري يحاول في حكم اللقاء، ولكن ركلة الجزاء لا عودة عنها. عبد العزيز مسلوم يتفوق المنتخب اليمني قبل انتهاء هذا الشوط الأول. حكم اللقاء يعطي الإذن بالتنفيذ. ردمان يحطها بثقة. هدف عصام ردمان، هدف التفوق مرة أخرى للمنتخب اليمني مع نهاية شوط المباراة الأول. إذا تنفيذ سليم وجميل بقوة ودقة في أقصى الزاوية. عصام ردمان يحتفل مع زملائه. هذا اللاعب المميز في وسط ملعب المنتخب اليمني عصام ردمان، والجماهير اليمنية في غاية الفرح. عمر الكثيري، عمر لا زالت معه، يحضرها لأنور الطريقي. محمد، الله 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 الله، عبد العزيز مسلوم معزوفة يمنية ينفذها محمد مقبل، والبديل عبد الرحمن الخضر، وعمر الكثيري باللمسة الأخيرة، والإنهاء من عبد العزيز مسلوم في المرمى. هدف ثالث للمنتخب اليمني، هدف مستحق نظرا عطفا على الأداء المقدم الكبير من المنتخب اليمني. يبدو بأن التغيير الثالث قادم لتدعيم الدفاع. عبد العزيز مسلوم مهاجم بإمكانيات خلاقة يكتشف في هذه البطولة.